حط الزيت وبسم الله نبدأ. بصل، ثوم وزنجبيل. امسك حزمة الزعتر واحرك بها البصل. حسيتوا الحركة هذه خطر عليكم ارموه بعيدان، وبعد كده حاولوا تشيلوا العيدان. هبدأ احط افخاذ الدجاج بالجلد. بعد ما شبه قلينا الدجاج نحط عليه الصلصة الحارة. ممكن تستخدموا صلصة فلفل اللي يكون فلفلها متوسط، فلفل مجروش، وممكن تستخدموا البابريكا، فلفل حار، ايش ما تحبوا. هستخدم بهارات مساكو حقت الدجاج، اجينوتو، فلفل اسود حبات. حركتهم ظننت انهم اتشبعوا تماما بالنكهة. حاحط عليهم عصير التفاح، اهدي النار واخليهم شوية. اول مرة صراحة شفته حسيته قدام عادي وما دقته. بعد كده كمان مرة شفته جربته وكان مرة طعم وما زال طعم. الحين شوفوا من اكثر الوصفات المفضلة عندي اذا لقينا افخاذ دجاج كثيرة. رهيب، حيعجبكم. ممكن تقدموه بالرز الابيض او بالعيش الحب الصامول حسب الرغبة، حتى يتاكل سادة بدون شيء. خلصنا. اتمنى انكم تجربوه، حيعجبكم، والحرارة انتوا تحكموا فيها، وعلينا وعليكم بالعافية يا رب.